السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله الوصفة بتاعتنا سهلة وسريعة. نعمل معاكم الحواوشي في فرن البوتاجاز الغاز بطريقة سهلة وبسيطة خالص زي ما انتم شايفين. بس قبل ما ابدأ معاكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وقبل اي حاجة نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. زي ما انتم شايفين كده الحواوشي في الفرن بوتاجاز الغاز بطريقة سهلة خالص. زي ما انتم شايفين كده حلو قوي، ما خدش وقت معانا. والفرن ما شاء الله مولع من فوق ومن تحت، ما خدش وقت معانا خالص. حابه تعملي في فرن البوتاجاز برضو بيبقى حلو برضو كويس جدا. نخش بقى على الوصفه ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا ده اول حاجه دقيق. انت بقى تحطي الكميه اللي انت عايزاها. ساعتها تقريبا كنت عاملاه تقريبا حوالي 2 كيلو دقيق، حاجه زي كده يعني. حابه تعملي كيلو، حابه تعملي نص، زي ما انت حابه. طبعا دي حطيت حوالي معلقه بيكنج باودر صغيره. وحطيت كيس خميره. حطيتهم كده على الدقيق وهقلبهم كويس مع بعض. عايزه اقول لكم الفيديو ده بقاله فتره على التليفون وانا ما كنتش فاضيه انزله. هقلبهم كده مع بعض كويس. انا كان عندي هنا لبن رايب. دفتهم كده على النار حاجه بسيطه، طبعا ما تسخنيش جامد عشان الخميره. دفتهم حاجه بسيطه مع معلقه ملح صغيره ومعلقه سكر كبيره. تمام. دفتهم حاجه بسيطه كده وحطيتهم على الدقيق وهقلبهم كويس مع بعض. حابه تعمليها بميه، تمام، ميه برضو بيطلع حلو قوي. يعني ممكن ما تحطيش، مش لازم لبن رايب او لبن او عندك زبادي اي حاجه تحطيها. ما عندكيش حاجه خالص، ممكن تحطيها عاملاها بميه من الحنفيه عاديه، بتدفيها حاجه بسيطه وتحطيها برضو على الدقيق. كملت طبعا بميه لان هو كان محتاج ميه زي ما انتم شايفين. دفيت ميه وحطيتها عليه، بحط حاجه يعني حبه بحبه كده عشان خاطر ما تكتريش مره، ما تحطيش مره واحده عشان ما تضمنيش العجينه معاكي ما تبقى ما تسيحش معاكي وتحتاج دقيق تاني. تمام. عجنتهم كويس جدا مع بعض، افضل ادعك فيهم كده كويس. طبعا زي ما انت شايفه العجينه بتبقى يعني ايه، مش اللي هي ماسكه في بعض او اللي هي طريه خالص، بتبقى بتلزق كده حاجه بسيطه. تمام. عجنتهم كويس كده وحطيت لهم في الاخر حوالي يعني معلقتين زيت. الزيت بيلم معايا العجينه، ما بيخليهاش تلزق. يعني انت بقى اذا كنت عايزه تعملي تجربه بايدك التانية اللي هي ما فيهاش دي عجينه، هتمسكي بيها العجينه كده. بصي زي ما انت شايفه كده، معلقتين دقيق لموها معايا خالص، مخليهاش ملزقه وفي نفس الوقت طريه بس ما بتلزقش. تمام. عجنتهم كده كويس جدا. ممكن زي ما قلت لك بايدك التانية تختبريهم، اللي هي من ايدك ان هي ما فيهاش دقيق، تختبريهم هتلاقيها ما مسكتش في ايدك. تمام. طبعا كل ما تعجنيها كويس كل ما تبقى معاكي، تبقى العجينه كويسه جدا. وتبقى يعني العيش بلحمه كويس معاكي. طبعا انا عجنتهم كويس جدا، قعدت شويه اعجن فيهم حوالي 10 دقايق لغايه ما لمت معايا من الطبق. زي ما انت شايفه الطبق نضيف خالص. بصي ايدي التانية دي بقى اللي بقولك عليها ما بتلزقش خالص. العجينه يمكن بتلزق في ايدك اللي هي فيها عجين، بس ايدي التانية ما بتلزقش خالص زي ما انت شايفه كده. بصي الطبق كانه مغسول. طبعا لميتها كده وهغطيها طبعا تختمر، لازم تختمر معايا. احط رشه دقيق كده من الوش وهغطيها بقى بكيسه، بصينيه، بفوطه، زي ما انت عايزه يعني. المهم تغطيها كده كده، الجو حار وهي مش تاخد وقت معانا. انا حطيت لها صينيه كده غطيتها بيها وهسيبها بقى تختمر بقى. هي بتاخدش وقت معايا خالص عشان خاطر وفوطه كمان بتاخدش وقت معايا عشان خاطر الجو حر. فانا حطيت صينيه وحطيت فوطه عليها كده. بص بقى ما شاء الله كانت الكميه اتضاعفت. كميه دي اتضاعفت معايا زي ما انتوا شايفين كده. نفضل كده
نفضي الخميره منها كده، ونقرصها بقى ايه حتت صغيره، يعني كور صغيره على قد الرغيف بتاعي. انا بعمل رغيف يعني الرغيف بعمله نص، يعني ما بحطش الرغيفين على بعض، طبقتين على بعض، لا الطبقه الواحده بحط نصها عيش لحمه مثلا، وايه واعمله نص. تمام. طبعا هنا بقى ايه كنت ايه قعدت طبعا هشتغل على فرن الغاز، فطبعا هقعد على الارض وطبعا واقرص على الطبليه واشتغل. تمام. هنا كنت مجهزه بقى ايه، كنت عامله صدق مقطعه كده مكعبات كده وقصاه بالمقص زي ما انتم شايفين، صدق ني. تمام. وعامله لحمه مفرومه عليها طبعا بصل وطماطم وقطع فلفل صغيره كده زي ما انتم شايفين. مش حابه الطماطم والفلفل ما تحطيش، بس بيدوها طعم حلو وبيضاعفوا الكميه. وطبعا مقطعه ايه، مقطعه طماطم وفلفل لوحديها عشان هعمل برضو عيش باللحمه وعيش بالصدق. طبعا العيش باللحمه محطوط عليه الطماطم بتاعته، بس العيش بالصدق لسه بحط الطماطم اما اجي احط. تمام زي ما انتم شايفين كده. كنت مجهزاهم طبعا الاول عشان خاطر ايه، ومجهزاهم وسايباهم على جنب عشان خاطر الفيديو ما بقاش طويل. طبعا هنا بقى جيت على الطبيعة رشيت رشة دقيق، وطبعا كنت قسمت العجينة لكور صغيرة زي ما قلت لكم، وحطيت كده ايه عملتهم طبعا فردتهم بالنشابة، وحطيت بعمل اول عيش باللحمة زي ما انتم شايفين. فردت الرغيف وبعمله زي نص. حابة انت بقى تحطيه بقى تعملي طبقتين على بعض، تمام، بس انا بعمله كده بيبقى اسهل واسرع. بحط اللحمة وبقفل الحروف. وهنا رش السمسم، حطيت رش السمسم كده زي ما انتم شايفين. بلت اول رشه ميه كده على الدقيق، منها ابتدي تراول العجينه ومنها عشان السمسم ما يقعش. تمام. مش حابه السمسم ما تحطيش السمسم. طبعا عملت الكميه كده كلها. والصدوق طبعا عملته بنفس الطريقه، بس انا حطيت الصدوق وعلى الطماطم وعليها الفلفل و... و... زي ما انتوا كنتوا شايفين انا بشتغل وانا قاعده على الطبليه بقرص وبفرد وبحط وبسوي، واللي بيطلع بحط غيره. زي ما انتوا شايفين كده بقى برص في الصاج. طبعا اول حاجه بسخن الفرن بتاعي حلو قوي. انا حاطه صاجين من تحت لان الصاجان دي خفيفه وبتلسع الحاجه من تحت. انا معلياهم على النار بالصاجين دول. طبعا انا بستخدمهمش في الاكل، يعني دول مخصصاهم بس لايه قلبهم كده، وحطاهم بنسوي عليهم الحاجه. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. الفرن بتاعي بياخد الصاجين. حط بقى 4، حط 5 حسب ما ياخد. طبعا مع التقليب المستمر اللي هو فيه فلفل ده بيبقى صدق. طبعا حط له كده قطعه فلفل من على الوش عشان خاطر ان هو يعني اعلمه من اللحمه بالصدق. تمام زي ما انتوا شايفين كده. والف هنا وشفا على الاخر. لو انت وصلت معايا لهنا بقى متنسيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.